السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جايب لكم تفاصيل مراجعة كنا عملناها قبل كده، بس النهارده ده بعد مراجعة الجهاز واستخدامه لمدة أكتر من شهر من كذا يوتيوبر. عرفنا عيوب ومميزات سامسونج A56، وفي الآخر هدي لكم كمان التوصية بتاعتنا بعد نهاية الفيديو، وأقول لك إذا كنت هتشتريه ولا لا. وحش الفئة المتوسطة العليا الجديد وصل، أكتر موبايل اتسألت عليه الفترة اللي فاتت اللي هيغير شكل المنافسة علشان تسعيره الممتاز، السامسونج جالاكسي A56. خلينا في فيديو النهارده نتعرف أكتر على ال A56 ونشوف مميزاته وعيوبه وهل يستحق إنك تشتريه ولا إيه الكلام، ونشوف التطويرات الحقيقية الفعلية اللي حصلت في ال 56 مقارنة مع ال 55 القديم اللي لسه معايا لحد النهارده. زي ما أنت متعود، لايك يا جميل، تنسوش دعواتكم لإخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نبدأ المراجعة. الاي 56 افخم موبايل فئه متوسطه عليا مسكته في ايدي لحد دلوقتي في 2025. ظهر من الازاز المحمي بجوريلا فيكتاس بلس مع فريم من الالومنيوم المحترم، حاجه راقيه كده، هتحس ان الموبايل فعلا بريميوم جدا في ايدك وانت ماسكه. الاي 56 من الاخر جاي بنفس فخامه ال 55 القديم، بس عمل دايت، وزنه بقى خف 198 جرام، ومقاومه الميه زي ما هي الاي بي 67 اللي كبرت وبقت 6.7 بوصه سوبر اميليد فول اتش دي بلس بتردد بيوصل ل 120 هرتز. شاشه مسطحه تماما من اللي انتوا بتحبوها، ما فيهاش اي كيرفات، وكمان داعمه للاتش دي ار 10 بلس. حواف الشاشه قلت حاجه بسيطه عن الجيل اللي فات ال 55. الحافه العلويه والحواف الجانبيه حاجه بسيطه قوي. الحافه السفليه قلت بحاجه، يعني عشان تشوفها محتاج عدسه مكبره. بس طبعا الموبايل فيه مايك اضافي لعزل الدوشه. ونروح للكاميرات. الموبايل جاي بكاميرا خلفيه رئيسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 بمثبت بصري، عدسه ثانيه الترا وايد 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، عدسه اخيره 5 ميجا بكسل مقطع. والسيلفي الجديد كليا 12 ميجا بكسل. سامسونج استخدمت معالجها الجديد من تصنيعها الاكزينوس 1580 تكنولوجيا 4 نانو، داعم طبعا لشبكات الجيل الخامس، مع ذاكره تخزين من نوع سريع يو اف اس 3.1، مع احدث واجهه من سامسونج الوان يو اي 7، مع وعد بتحديثات اندرويد لمده 6 سنين، ودي كالعاده اطول فتره تحديثات. نشوف البطاريه اللي ما كبرتش 5000 ملي امبير، البطاريه المعهوده بتاعت سامسونج. الاسعار الرسميه للنسخه 128 و8 22500 جنيه، النسخه 256 و8 24500 جنيه. دلوقتي أقدر أقول لك إنك أنت لو الجهاز بتاعك الحالي مناسب معك، مفيش اي مشكله فيه، والجهاز ما يدي الوظائف اللي انت عايزها منه، خلاص يبقى خليك في جهازك. لا انت شايف ان الجهاز بتاعك اقل امكانيات ومش بيلبي رغباتك وعندك امكانيه تشتريه، لا اشتري ال 56. اتمنى تكون المراجعه عجبتكم، وما تنساش اللايك والاشتراك والشير عشان لسه في كتير. دمتم في امان الله.